مرحبا، أنا الشيف هتون الطوخي ورجعت لكم مع وصفة جديدة من برنامج خلطة بيضة. حامل معاكم موزات ضاني أو موزات خروف بالرز بالنكهات السعودية. هستعمل قدر الضغط في هذه الوصفة. هحمر البصل مع البهارات الصحيحة زي اللومي وورق الغار والقرفة والهيل. بتتحمر شوية البصلة مع البهارات الصحيحة اللذيذة. هجيب الموزات وأحمرها مع البصل عشان تاخد النكهات وتتقمر شوية. أضيف عليها البهارات السعودية المطحونة زي الكزبرة، زي الكمون الناشف، زي القرفة والكركم وغيره. نضيف عليها الموية ونقفل قدر الضغط، وبعد تقريبا 45 دقيقة هنشيل اللحمة ونشيك عليها عشان نشوف إذا استوت. الله، شوفوا كيف مهرية. هجيب صينية وأحط فيها بصل وأحط عليها من مرقة اللحم عشان تتنكه، وأحط عليها الموزات حقتي وأدخلها في الفرن عشان تتقمر شوية، بس لازم نسقيها شوية من موية اللحم. المرقة اللي باقية في قدر الضغط هضيف عليها الرز البسمتي. طبعا لا تنسوا الملح والفلفل. نقفل عليها ونقدمها. تكون دحين شوفوا كيف اتقمرت الضاني معانا الموزات. البصل برضو حنقمره لما يتسبك شوية ويصير لونه ذهبي. ونيجي نغرف الرز، طبقة من الرز وعليه طبقة من البصل حقنا وعليها الموزات، ونزينها بشوية بقدونس وبالهنا وبالعافية.